اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ نورتوني في قناه نانا تشانل. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. الوصفه دي حلوه قوي، وهي وصفه الكب كيك. الكبير والصغير بيحبها. معايا مقاديرها: ربع كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، بيضايه، تلت كوبايه لبن، ربع كوبايه ميه سخنه، كوبايه دقيق، معلقه بيكنج باودر، ذره ملح. هنا احنا هنعمل الكب كيك بتاعنا مختلف. فيها هي احنا هنعملها كلها ابيض، بس هنحط على الوش صوص شوكولاته، والتاني هنحشيها مربى طين. بتمنى الوصفه تعجبكم. هنا كنت بكسر البيضه، وهننزل بعدها باللبن. هنا السكر حبيبات ما اتطحنش، بس لما انزل عليه بالبيضه وكوبايه تلت كوبايه اللبن، ولما اضربهم مع بعض كده بالمضرب كتير، السكر هيدوب. هتشوفوا معايا. عفوا على اللي حصل. هنا هقلب الخليط كويس قوي زي ما انتم شايفين. واسفه على التصوير لاني ماسكه الموبايل بايده بشتغل بالايد التانية. هنا نزلت باللبن زي ما قلت لكم. ودي معلقه الخل اللي غنى عنها، نسيت اقولها. معلقه الخل اللي غنى عنها بتخلي الكب كيك هش قوي وفاتح، بتخليه ابيض وفاتح كده وجميل. وهتلاحظوا لون العجينه لما تطلع من الفرن شكلها عامل ازاي. وهنا كوبايه الدقيق ومعلقه البيكنج باودر وذره الملح. هلاقي القوام تقيل معايا حاجات بسيطه، فهزوده ربع كوبايه ميه سخنه. هنا نزلت بربع كوبايه الميه السخنه اللي قلتلكوا عليها. كده القوام مظبوط، هتشوفوا شكله. ده اللي احنا عايزينه بقى. هفضيه في شفشق عشان اعرف اصبه في القوالب بتاعه الكب كيك. وهنا ادي عندي القوالب جاهزه، حطيت فيها الورق. في جزء هعمله بالمربى التين، وجزء هعمله بالشوكولاته، وهشوفوا شكله عامل ازاي برضو معايا دلوقتي. الكب كيك ما بياخدش وقت في الفرن، اخره قوي ربع ساعه، لانه بيبقى حجمه قليل. مع سخونيه الفرن ما بيكملش، بيطلع على طول. لو سبتوه اكتر من ربع ساعه بيغمق، بيحروق. هنا نزلت بمربى التين زي ما قلت لحضراتكم. وهكمل باقي الخليط، اغطي المربى عشان ما تتحرقش. ده صوص الشوكولاته كنت انا عملته مع نفسي، يعني لو عايزين طريقته اكتبولي. وبعد ما حطيت صوص الشوكولاته حطيت عليه شوكليت شيبس. ادي شكله بعد ما طلع. ادي اللي كنت بقولكوا عليه، انا سهيت عنه شويه، فوشه اتحمر زي ما انتوا شايفين كده. بس بصوا هشش ازاي، بصوا طراوته عامله ازاي. بصوا قلبه من جوه فاتح ازاي. ده سر معلقه الخل بقى. بتمنى تجربوه، وبتمنى الوصفه تنال اعجابكم. ولو عجبكم ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله. مع السلامه.